السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم من جديد ودائما الجديد مع قناة عقارات الريف القنيطرة، القناة اللي دائما كتشكركم على الدعم ديالكم، وهذا الشيء كامل كيرجع للدعم ديالكم والشكر على الشكر ديالكم على القناة. كتشوقونا باش نتواصلوا معكم ونوصلوا لكم جميع المعلومات العقارية على جميع التجزئات التي تتواجد بمدينة القنيطرة. الموضوع ديالنا اليوم على تجزئة بالرامي، بالضبط البستان 3 اللي دائما أقولها لكم. بالنسبة لهذا البستان 3 اللي كيتواجد في تجزئة بالرامي، فيه الأغلبية ديال الشوارع ديالو الشوارع كبار، ولقى واحد الإقبال كتير ديال المجازات، لأن الشوارع كبار كيكون فيهم المجازات، مجازة و ار بليس 2. اليوم القناة عقارات الريف القنيطرة جابت لكم بقعة بثمن مناسب. إذا كنتي مهتم اسمع الفيديو مزيان وغتبان لك هاد البقعة اللي حاط أنا ب 63 مليون، غتبان لك بواحد الثمن تقدر تستثمر فلوسك وتقدر تبنيها إذا كنتي مهتم بهاد البقعة. أول حاجة، البقعة تجارية 100%، الشارع 20، المساحة 97 متر، عندها العرض 3 ديال الكراجات والباب، 3 ديال الكراجات والباب وجوج ديال الطوابق. بالنسبة لهذه البقعة خارجة من الشركة العمران بواحد البيجي، مول بقعة دافع 21 مليون، باغي الارباح ديالو. اما بالنسبه للكماله ديال البقعه منك للشركه، ما غتسالك النسيبه، ما غيسالك النسيب، ما غيسالك حال الراس كي كنقولوا حنا، يعني ما غتسلف لا من البنك تهز كريدي على البقعه، ما غتسلف من حتى شي واحد، غتسالك الشركه. بالنسبه للشركه هاد البقعه فيها دفعات، السيد دافع الدفعه الاولى 21 مليون. تواصل معايا غنعطيك الارباح ديال السيد واحد النسبه قليله، وحتى لك كنتي مازال ما عندكش الفلوس باش تكمل البقعه، راه حتى التيتر مازال ما وصل البستان 3، ممكن تجي عندي وتعطي للسيد ال 21 اللي دافعها وتعطيه النسبه ديالو الارباح، وكتبقى منك للشركه. غتقول لي شكون ضمني انا مني للشركه؟ حنا كنعرفوا الشركه قانونيه 100%. هاد الشركه دايره دفعات، السيد غتكاتب معاه عقود للبيع عند المحامي ووكاله خاصه عند الموثق. بالنسبه لذاك الوكاله غدير بها، غتخلص بها الدفعات وغدير بها الرخصه وغدير بها البلان، وممكن دير بها الترانسفير الا كان مطلوق، وحتى لما كانش مطلوق الترانسفير ممكن تسجل وتحفظ البقعه ديالك. وحتى لا بغيتي تكمل البقعه في الخلاص دابا ممكن دير الادماج. هذا الشيء جاري به العمل، يعني العقار راه بحر. الاغلبيه ديال الناس كنحط بقع اللي البيت جي ديالهم 63 مليون، يقدر يقول لي 63 مليون في تجزئه بالرامي. لا، راك انت او انتي غالطين بزاف. راه كاينين بقع كيتواجدوا في تجزئه بالرامي اللي الاثمنه ديالهم 120 130 مليون وشارينهم الناس. يعني هاد الناس اللي شارين بقع ب 120 او 130 مليون راه بالعقل، باش ما نقولوش راه ما عندهمش العقل كيلوحوا فلوسهم. بالنسبه للعقار واحد النقطه، الا دختي ماشي شد الارض، شري الارض، بقعه الواجهه ديالها اول حاجه رباطيه، الشارع ديالها شارع 20 تجاري كوميرس في الوراق، المساحه ديالها 97، عندها العرض، الناس اللي كتقلب على الكوميرس يعني العرض ماشي الطول، العرض غتكون فيها تقريبا 11 الفوق باش نكونوا واقعيين. 11 يعني تعطيك 3 ديال الكراجات وباب ديال الدار. البيت جي ديالها 63 مليون، شرحت لك الا كنتي كتخدم عقلك راه مزيانه لك هاد البقعه. وحتى لا بغيتي تعطي للسيد الدفعه ديالو وتعطيه النسبه ديال الارباح ديالو، وانت تسنى يتطلق التيتر وغتبيعها بواحد الثمن اللي ما نقدرش نقول لك. الا خدمتي عقلك ممكن غيبان لك الثمن.
وحتى الا بغيتي تبني الشركه طالقه البني، كتمشي تخلص البقعه كامله عند الشركه وكتصاوب الرخصه والبلان وتبني الدويره ديالك الا كنتي ما مهتمش بالتيتر. اما بالنسبه للنهار كيخرج التيتر راه الاثمنه كتزاد. راه هادشي واقع مع التجربه ومع حنا وسطاء عقاريين. بقع راه كانوا خرجوا من الشركه ب 32 مليون والناس دافعين فيهم 30%، والان بعناهم ب 90 مليون. صدق او لا تصدق، وحتى انا ما بغيتيش تصدق ممكن تجي عندي الوكاله واختار بقعه في شارع 90 متر ونتواصلوا مع مولاها وندير لك الهوت بارلور وغتسمع واحد الثمن اللي ما عمرك سمعتيه في حياتك. انا ماشي ضد الفكره، راه العقار والتجزئه بدات كتعمر، وسائل النقل كاين طوبيس، كاين طاكسي، كاين بتي طاكسي. وبالنسبه لهاد البقعه انا كوسيط راه ثمن مناسب. بغيتي تخبي فلوسك تستثمر مرحبا، بغيتي تبنيها راه مزيانه. غتقول لي الشارع 20 قريب للمدرسه ولكن على الظهر ديالك كاينه جرده، والثانيه شوكه ماشي الشوكه، الثانيه شوكه لاصقه على الشوكه. كنشكركم على الدعم ديالكم على القناه، وكنتمناو تكون الفكره وصلات الناس اللي كيخدموا على العقل ديالهم بواحد الطريقه زوينه. وإلا كنتي مهتم تواصل معايا، والسلام عليكم ورحمه الله